القذافي كانت عنده اولاد يعني كثيرين، وكانت عنده حتى متزوج مع حتى ببولونيه ونساء يعني من جنسيات مختلفه. فكانت كان مره طلب هكذا، بعث لي وفد من النساء كما نقولوا احنا الاتحاد النسائي الجزائري، الاتحاد النسائي الليبي وكذا، وبالتحديد واحده من تلك النسوة انه تحدثتني كذا عن يعني عن المباشر هكذا وفي وجه لوجه، قال مثلا فوالا راكي يعني حظيتي باكثر من الاعجاب، اكثر من الاعجاب والاهتمام. واش قالوا لك؟ لا قولي لنا الكلمه حقيقه يا اخي. لا باش نتكفلوا بك بالحفل. قالوا لك مثلا اغرم بك القذافي هكذا؟ اغرم بك وان شاء الله نقوم بالحفل وكذا، كل على عاتقنا وكذا، باش حتى الوالدين والعائله تاعك باش تروح زيارته ولا زياره الجماهيريه لليبيا يعني في الوقت هذاك تكون على هكذا، ونرتبوا الامور يعني ترتيب الزفاف وكذا. طبعا كيفاش تعاملتي مع الامر بصراحه؟ ما كانش كان واحد مكتوب ديجا اصلا. لا اقصد لما نقولوا لك هذا الامر. خايفه، خفت اول رد فعل خوف، لانه مش خوف هذا رئيس دوله جماهيريه، كان رئيس دوله وكان في عز القوه تاعو. مش من السنه هذه سيده معروس 95 ف طبعا كانت حتى بالمره انه لكن وين شافك القذافي سيده معروس؟ والله من خلال التلفزيون. من خلال التلفزيون، لانه طلبوا منا كوفد جزائري من الصحفيين المقدمين واختاروني، قال قدموا لنا نشره خاصه بالحدث من طرف كل صحفي العالم العرب. وكنت انا يعني اختفيت من الكوكبه هذه تاع الصحفيين، لانه غادرت المكان خفت خشيه انه يتعرف عليا وربما يعاود الكره في طلب اخر يعني يحرجني ونحرج الجماعه. ففضلت انني انسحب وما نقدمش النشره، حتى وان كان فيها طلب، كان فيها غلاف مالي بالمقابل. غلاف مالي اللي يقدم النشرة للتلفزيون الليبي. شحال كان فيه الغلاف المالي؟ والله على حسب من بعد الأصداء $1000 في 95 لهذيك النشرة تاع ساعة ولا. وكانت لا كانت نشرات الإخبارية لما يكون فيه استعراض والقذافي كانت فلاف، سيتان جورنال فلاف يعني نشرة بدون يعني مفتوحة بالضيوف بالشهادات بالاستعراضات بكذا. هذه هي الحكايه. وغادرتي في ذيك الفتره ما سببلكش مشكل انك هربتي ولا رفضتي يعني؟ لا لقيت عذر مقبول.